عملنا الرقاق ده على البوتاجاز واحنا واقفين في 10 دقايق من غير اي لا فرن ولا اي حاجة خالص. وكمان حاجة انت عاملاها بقى يعني بتبقى جميلة جدا جدا. هو بيبقى طري شوية، ممكن تحطيه تحت المروحة او تحت الشواية، بيطلع معاكي حلو جدا جدا وبينشف وكل حاجة. وكمان لو انت مش هتقعديه يعني عاملة كمية صغيرة زي كده، هتعمليه في صينيتين وخلاص على كده. وكل ما تعوزي تعملي هتعمليهم، مش هياخدوا معاكي اي وقت خالص، الموضوع سهل جدا جدا. شايفين الشكل ما شاء الله يا جماعة، والطعم كان تحفة كمان. آه تعالى اقولك عملت الرق ده ازاي. معايا هنا نص كيلو دقيق، هحط عليه نص معلقة صغيرة خالص ملح. بعد كده هحطه في العجان وهحط عليه كمان كوباية من المية، اسيبه ينعجن بقى. ممكن تعجنيه على ايدك، سهل جدا جدا في العجان. لكن انا بصراحة كنت يعني عايزة اعمل رقاق وكنت بكسب وقت في الوقت ده. حطيتها في العجان، هتاخد معايا في العجان حوالي 7 دقايق عجن. لو على ايدك يبقى 10 دقايق عجن. لازم يتعجن كويس جدا جدا عشان مادة الجلوتين اللي في الدقيق يعني يعمل عرق. هبدأ ان انا اسيبها كده واشغل عليها العجان زي ما انتوا شايفين، وانزل عليها مية بالتدريج. طبعا العجينة بتبقى طرية بس مبتلزقش. عجينة سهلة الفرد لكن مبتلزقش معاكي. تبدأي ان انت تنزلي عليها المية واحدة واحدة لحد ما تتعجن معاكي وتبقى بالشكل اللي انت هتشوفيه دلوقتي دوت. خلاص هلمها كده وهسيبها ترتاح 5 دقايق بس، لان انا هقطعها بس دلوقتي مش هفردها. بعد كده هاخدها من العجان وهبدأ ان انا اعملها على شكل اسطوانة واقطعها. نص كيلو عملي حوالي 12 او 13 رقيقة. بعد كده اقطعها زي الشكل اللي انتوا هتشوفوه دوت كده. كلها قطع متساوية من 95 جرام ل 90 جرام، يعني على قد الصينية اللي انا هعملها هحط فيها الرقاق. طبعا انتي حسب الصينية بتاعتك بتوزنيه وبتعمليه. هقطعه بقى بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين، وهسيبه على جنب يرتاح. وطبعا لازم الرقاق بتاعك يرتاح، لانه مش ارتاح مش هيفرد معاكي. زي الفطير بالظبط، ريحيه هيريحك. خلاص بعد حوالي نص ساعة رجعت تاني وبدأت ان انا افرد الفطير بتاعي سوري الرقاق بتاعي بالشكل ده. طبعا جبت النشابة كبيرة، طبعا مش ماشية على الرخامة خالص، فهشيلها وهجيب النشابة الصغيرة دي. في الوقت ده انا حاطة صاج و سايباه على البوتاجاز من غير اي حاجة خالص، كافياه ومطيه عليه النار وسايباه يسخن براحته خالص. ونصلي على الرسول بقى يا جماعة واحنا شغالين كده ونذكر الله. طبعا اي حاجة بذكر فيها اسم الله بتطلع جميلة جدا جدا. وطبعا اللي مش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس على الكل، وان كنتي مشتركة عندي انزلي اعملي كومنت جميل زي كده. كل عام وانتم بخير. طبعا يا جماعة الحاجة قلت بتتعمل في البيت بيبقى لها طعم تاني، وكفاية انك انت اللي عاملاها فعارفة انت عاملة فيها ايه بالظبط. طبعا انا احتاج صينية رقاق، مش فضلت مثلا مش عملت قبل رمضان وعينته والكلام ده، لا. هو نص كيلو دقيق عملته انا واقفة على الرخامة كده وعملت صينية الرقاق. بس بصراحة انا ما صورت صينية الرقاق معاكم، انا صورت الرقاق بس. مش عارفة بقى كان الوقت مش مساعدني ان انا اصورها فما صورتهاش. بالشكل ده حطيتها على الصينية، حاطة الصينية على النار بالشكل ده، وابدأ ان انا الف بيها كده على الصينية زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هو ممكن يكون هيطلع معاكي طري شوية، ممكن تحطيه تحت الشواية بتاعة البوتاجاز ينشف، وممكن كمان تفرديه على ترابيزة وتسيبيه تحت مروحة هينشف برضو. لكن انا مش عاملة كمية كبيرة، هي بس على قد صينية واحدة. انا عملت نص كيلو ده على قد صينية، وفاض معايا كمان. فاض معايا والله كتير جدا يعني. انا عاوزت حوالي 8 او 7 بس، والباقي فضل. يعني كان ممكن يعمل لي صينية كمان، لكن انا عملت صينية واحدة بس في الوقت ده. يعني مش عايز شغلانة، ممكن في نص ساعة بالكتير تكوني عملت الرقاق دوت وعملت كمان صينية الرقاق وانتي واقفة، مش هياخد معاك اي وقت خالص. آه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس كده يا جماعة هبدأ ان انا اسوي في الرقاق كده زي ما انتوا شايفينه. وخلاص خلصت الكمية بتاعتي. جاب لي كمية حلوة جدا جدا. نص كيلو يعني مش كتير ولا حاجة، هتعجنيه وهتعمليه وانت واقفة، مش هياخد معاكي اي وقت خالص. وتغيير بقى في رمضان. آه
مش مستاهل إنِك تعمليه قبل رمضان وتشتريه والكلام ده كله، وأشوفكم في فيديو جديد، ومش تنسوا دعوة حلوة كده، وأسيبكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.